قاضي مرتشي ومشهور في البلد بتاعته إن هو بيحكم للي بيدفع له رشوة محترمة. في يوم من الأيام اتخانق واحد بتاع فراخ وواحد بتاع بطيخ وراحوا له عشان يحكم ما بينهم. فراح الراجل بتاع الفراخ واداله قفص محترم من الديوك للبيت، وبتاع البطيخ واداله 5 بطيخات محترمة. فطبعا في قرارة نفس القاضي قال إن تمن قفص الديوك أغلى من ال5 بطيخات، فقرر جواه إنه تاني يوم هيحكم للقاضي هيحكم لبتاع الفراخ. المهم روح البيت وخلى مراته طبخت له من الديك. فبعد كده قرر ان هو في جواه ان هو هيحكم لبتاع الديك. فمراته بعد ما اختبخت الديك وكاله قالت له طبعا انت كده هتحكم لصاحب الديك. قام قال لها ننتظر شويه لحد بس لما ايه تفتح لنا بطيخه. المهم جابت مراته بطيخايه، اول ما فتحتها لقت جواها دينار ذهب. اتفاجئ القاضي قال لها طب هاتي واحده تانية. فتحت التانية لقت جواها دينار ذهب. طب التالتة الرابعة الخامسة كل بطيخة يفتحها لقى جواها دينار ذهب. فقرر أكيد فطبعًا قرر إن هو أكيد هيحكم لصاحب البطيخ. المهم تاني يوم دخل المحكمة، وأول ما حكم لصاحب البطيخ بسرعة قام وقف بتاع الفراخ وقال له: "وما بال مؤذن الفجر؟" وطبعًا كان يقصد بيه الديك. رد القاضي وقال له: "لقد وجدناه منافقًا يؤذن في الناس وهو لا يصلي، أما الآخر فقد شققنا عن قلبه فوجدناه إيمانه في قلبه، كلما شققنا عنه وجدنا فيه أكثر بياضًا وناصعًا." مش محتاجة أقول فيها إيه. حياتنا دايما مليانة بالعبر.